اسمي عائشة شوارتز. نشأت في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2003 تقدمت باستقالتي من عملي كمحامية على خلفية ذكرى علقت في ذهني منذ كنت أدرس في السنة 8 عندما قال لي مدرس الأدب: لا تكفي أبداً عن الكتابة. أمور مختلفة كثيرة طرأت على حياتي بعد أن أصبحت مسلمة في عام 2002. كنت ساعتها قد بدأت بكتابة بعض القصص التي كانت أشبه بمذكرات أو روايات، ثم بدأت أكتب بيانات أقرب إلى كتابات الناشطين والمدونين، وهكذا. رابطة الكاتبات المسلمات التي يشار إليها بالاختصار MWA كما يشار إليها عادة، بدأ كفكرة لتنظيم السيدات المسلمات اللواتي يتطلعن ليصبحن كاتبات مثلي أنا، أو أولئك اللواتي يكتبن وتنشر كتاباتهن فعلا، بحيث يجتمعن في إطار مؤسسة واحدة يمكن لكل واحدة من خلالها أن تساعد الأخريات، ويهدف إلى العمل على القضاء على الانطباعات السلبية التي تبثها وسائل الإعلام تجاه المسلمين. أنا تعرفت على مسلمة رايترز ألاينس اللي هي رابطة المسلمات عن طريق الإنترنت، وشفت قصة إسلام عائشة وانبسطت جدا إنها أنجزت حاجات كتيرة جدا للإسلام في وقت قليل قوي. تلك الصور والروابط تشير إلى سيدات انضممن أيضا للرابطة مؤخرا. الرابطة بتساعد المسلمات لأن هي عبارة عن مجموعة من السيدات الفاضلات، يعني كل واحدة بيبقى ليها خبرة في كل واحدة، يعني في نوع روح مشاركة مع الأعضاء التانيين. اشتركت فيها وكنت ابتديت أكتب قصص الأطفال عن الخلق الإسلامي. كان من المحزن أنني اكتشفت في السنة الأولى من إسلامي أنه لا يبدو أنني كامرأة مسلمة ألقى ترحيباً حاراً في كثير من الأماكن. بعد أن رأيت هذا قلت لنفسي: ربما تشاركني مسلمات أخريات الوحدة نفسها. لذا قمت بإنشاء مجموعة بريدية صغيرة، ثم حولتها إلى موقع كبير على شبكة الإنترنت يحمل اسم الرابطة. كان هدفي أن أجمع هؤلاء النسوة معاً ومن كل البلدان. لا أتحدث عن الأمريكيات فقط، ولا عن أولئك اللواتي دخلن إلى الإسلام من ديانات أخرى، بل النساء اللواتي ولدن مسلمات أيضاً، بعضهن من المغرب، من ماليزيا، من السعودية، من ولايات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان من المثير جداً أن ترى هذا الخليط من النساء يجتمعن معاً. كان عملاً ملهماً. لقد جربت هذا الشعور مثل رانيا مروان، لقد نشرت لها أولى كتاباتها. المبادرة بتاعت عائشة اللي هي مسلمة رايترز ألاينس ساعدتني في إن أنا أنشر الكتاب بتاعي. تعرفت على عضوة هناك وبعت لها القصة اللي أنا كتبتها، والعضوة دي أعجبت جدا بيها وكانت سبب في إن أنا أنشر الكتاب في أمريكا. الحمد لله الناشر قال لي الكتاب لاقي إقبال جامد في أمريكا بالذات في المدارس، وهو كان مبسوط جدا إن أنا أول مرة في حياتي أكتب. أنا أصلا يعني ما كانش في بالي إن أنا ممكن أكتب أصلا، فقال لي ما شاء الله يعني لا أنت كأول كتاب ليكي حلو جدا، وهو لاقي إقبال في أمريكا يعني.
This is my book. One of the reasons why it was out in the light. That's So beautiful. Congratulations so much. وقد أردت لقصتها أن تكون مصدر إلهام لنساء أخريات. وبالفعل نجحت 3 فتيات أخريات في تأليف كتب عبر الرابطة، ولذلك أتمنى أن تكون قصصهن ملهمة لباقي الأخوات في الرابطة وللمسلمات جميعاً إن شاء الله.